البيهقي أحبابنا عنده كتاب اسمه الأسماء والصفات. شو قال بهذا الكتاب اللي اسمه الأسماء والصفات؟ قال: استدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه أي عن الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الظاهر، يعني اللهم أنت الذي يدل على وجودك كل شيء. انتبهنا؟ أنت الذي يدل كل شيء على وجودك يا رب، هذا معنى أنت الظاهر. فإذا اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لما قال النبي وأنت الباطن معناه أنت يا الله الذي تعلم حقائق الأمور، وأنت الذي لا يتصور بالذهن. انتبهنا؟ مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي الله لا يشبه ذلك. فإذا النبي شو عم بيقول؟ اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شو قال البيهقي؟ وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. إذا لم يكن فوق الله شيء ولم يكن تحت الله شيء فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا مكان. والحديث رواه مسلم. يا أحبابنا الكرام، لو كان ربنا ساكن في السماء أو جالس على العرش لكنا نحن دونه، لكنا نحن تحته. ومن الذي نفى ذلك؟ النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول: فليس دونك شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس فوقنا بالمكان أبدا أبدا أبدا، إنما الله تعالى موجود بلا مكان.